سبب بوظان عمود الكامل قلة الزيت اللي طلعله، وقلة الزيت من سببه طرمبة الزيت، انسداد، كل الحاجات ديت اما تأثر على ان عمود الكامل ما يتأثر ويبوظ. ده اول حاجة ما تتأثر من قلة الزيت هو عمود الكامل. بعد كده طبعا في حاجات كتيرة تانية ما تبوظ زي الفل، زي الكرنك، لان الطرمبة بتبقى موزعة على الفل والكرنك والبست وعمود الكامل والشواكيش. اول حاجة ما يبوظ عمود الكامل، اول حاجة ما تتأثر بعمود الكامل والشواكيش. بعد كده طبعا لو استمريت المكنة ما تتحمص كلها من قلة الزيت، وده سبب قلة الزيت. طبعا اما يبقى احيانا الزيت اما يبقى في رواسب، اما يجي في طرمبة الزيت اما يسدها ما تتكسر الترس، اما يتكسر كده خلاص هتبقى باظت، هتبقى الطرمبة باظت، مش هتطلع زيت فوق. احنا دلوقتي عايزين نحافظ على طرمبة الزيت ما تبص. هو الاساس كله ان احنا نحافظ على طرمبة الزيت. طول ما طرمبة الزيت شغالة اي عف في المكنة هيبقى بسيط. وادي يا جماعة طرمبة الزيت جبناها لكم اهيت عشان نوريها لكم. طبعا في ناس كتير هتقول لك يا طب ليه الترس ما يبقاش حديد عشان ما يتكسرش؟ هو لو بقى حديد يا جماعة مش هيتكسر فعلا، بس لو جه حاجة، لو جت رواسب وسدت في الطرمبة، دخلت في الطرمبة وطبعا وقف في الترس، هيحصل ايه؟ لا اما هيبوظ الترس اللي قصاده الحديد، لا اما هو هيبوظ. يعني هيبقى المشوار المكنة هتكفش المكنة تندم، مش هيبوظ ولا الترس اللي قصاده هيبوظ. يبقى المكنة هتبقى ماشي بالمكنة، هتيجي المكنة هتلاقي المكنة قفشت. لكن هو جابولك هو كده ما يتحمل جامد، بس طبعا يا بلاستيك عشان خاطر لو اتسدد في اي وقت يتكسر. وطبعا اول ما يتكسر انت ما تعرف ان المكنه مش مطلعه زيت فوق ازاي. كذا حاجه، انت لو المكنه يعني معاك على طول باستمرار هتعرف ان المكنه سخونتها زادت، ماشي. ولو ما حسيتش بالسخونه هتلاقي صوت المكنه اصلا غير، تحس ان فيها صوت تكهات وكتينه كده، صوتها يعني خشن كده، هتعرف ان المكنه مش مطلعه زيت. تلاحظ الحته دي اول ما تلاقي صوت المكنه غير، اقف عشان ما تتكلفش فلوس وعمرات وتخش في متاهات. انت لو رحت لصنايعي وانت لسه بدايه الصوت ده عامل وعارف ان المكنه مش مطلع زيت، وفك لقى طرمبه الزيت دي بايظه كده، انت مش هتتكلف حاجه. هتتكلف وش جوان وش زيت والمصنعيه وتمن الطرمبه. ده كلام، حاجات كلها كلام تافه بالنسبه للعمارات اللي لما تخش تدخلك في الافات. تمام. بص، طول ما انت الزيت بتاعك نظيف اصلي اللي انت جايبه متغير بيه مكنه وماشي على ميعادك، تمام، يبقى قاعد لك حياة بسيطة. فلتر الزيت لازم تحافظ عليه. لكن في حاجة تانية مهمة جوه الناس مش واخدة بالها منها، المصفى اللي هي بتركب على الجنب ديتي غير فلتر الزيت. المصفى دي اصلا مش عشان تصفي الزيت من الرواسب ولا الكلام ده، لا، المصفى دي معمولة مخصوص كده، خصيصا للطرمبة دي لان الزيت جاي من ناحيتها على الطرمبة، يعني داخل جاي من المكنة على المصفى، وداخل من المصفى على طرمبة الزيت مباشر. انت فهمتني؟ داخل على طرمبة الزيت مباشر. يعني المصفى دي معمولة اصلا للطرمبة دي، للرواسب اللي لما تيجي على الطرمبة تحوش اي حاجة جاية على الطرمبة تحوش. فانت المفروض ان انت كراجل يعني صاحب مكنة وكويس عايز تحافظ على مكانتك، المصفى دي تفكها كل مثلا غيران 3 زيت كل شهر، تفكها وتنظفها وتظبطها وتركبها تاني. اوعى تروح لصنايعي وانت فاكك وش الزيت وتلاقيه رمالك المصفى ده، او ما قالكش هات مصفى جديد. المصفى دي اهم حاجه. لو ما ركبش المصفى دي صنايعي خد مكانتك وامشي من عنده على طول، يبقى ما يعرفش حاجه، ما يعرفش ان اهم حاجه المصفى دي. المصفى دي معموله اصلا لطرمبه الزيت بس، والزيت نظيف وطرمبة الزيت نظيفة والمصفى نظيفة، عمرها المكنة ما هتقطع زيت فوق، ما تقطع زيت فوق من الإهمال.
رواسب وترمبة الزيت ممكن مصفة الزيت تفضل لحد ما المصفة بتاعتها تبوظ وتيجي داخله لك على الرواسب، داخله على الترمبة تيجي مبوظة الترمبة وتكسر الترمبة ما تطلعش زيت فوق. فانت تحافظ على الزيت النظيف، وترمبة الزيت نظيفة والمصفى وفلتر زيت وكله ده شغال تمام معاك، الدنيا تبقى تمام معاك. واعملوا اشتراك في القناة يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين.